السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حلقة جديدة من قناة محمد خالد. والنهاردة بإذن الله هنتابع سلسلة طلاع الجيش في كأس الرابحين، ودي الجولة الثالثة. وآسف لأني ما قدرتش أنزل لكم الجولة الأولى والتانية. إن شاء الله النهاردة هنشوف الجولة الثالثة وهنشوف الإحصائيات وكل حاجة. النهاردة مباراة ضد ريال سوسيداد. وعموما أنا داخل الماتش ده مش معايا غير نقطة واحدة من تعادل في ماتش وخسارة في الماتش الأول. الماتش ده قدام ريال سوسيداد أنا جبت الهدف الأول عن طريق مورينيو، وكان ضيع ريال سوسيداد ضربة جزاء. الهدف الثاني عن طريق رافا سيلفا، الدقيقة وصلت 80. والهدف الثالث عن طريق ليونيل ميسي. وتنتهي المباراة 3-0، وكده نكون بينا 4 نقط زي فريق ريال سوسيداد. هنشوف الإحصائيات. مورينيو جاب هدف في الدقيقة 52 زي ما شفنا، ورافا سيلفا في الدقيقة 67، وميسي في الدقيقة 85. تكتيك المستخدم 4-3-3 وهو 4-3-3 ولكن مع اختلاف التكتيكات. أنا مستحوذ 62% مقابل هو 38%. حتى زي ما انتوا شايفين التسديدات على المرمى أنا 14 مقابل 8، هو ضربات الركنية 6 مقابل 5 ضربات ركنية. هنروح نشوف جدول الدوري. زي ما انتوا شايفين انا في المركز الثاني عن طريق تعادل وهزيمة وفوز. في المركز الاول توتنهام هوتسبور ب6 نقط، فوزين وهزيمة. في المركز الثالث ريال سوسيداد اللي احنا لسه هازمينه عنده 4 نقط ايضا من فوز وتعادل وهزيمة، ولكن هو مسجل 3 اهداف وعليه 5، وانا مسجل 4 اهداف وعلي 4. في المركز الاخير انترخت فرانكفورت عن طريق تعادلين وخسارة عنده نقطتين. ندو نظرة على باقي المجموعات. أستون فيلا متصدر في المجموعة A، ونيوكاسل المركز الثاني، مركز ثالث بولونيا، و4 تشيلسي. في المجموعة B ليفربول أول، أرسنال ثاني، لورنتي ثالث، مانشستر يونايتد رابع ب3 هزايم. في المجموعة C توتنهام هوتسبور 9 نقط، أتلتيكو مدريد 6، فولفسبورج 3 نقط في المركز الثالث، وروسيا منشد بلادباخ ب0 نقط. مجموعة دي مانشستر سيتي على الترتيب، ليفربول، نيوكاسل، مانشستر نيوكاسل. مجموعة F باريس سان جيرمان أول، مانشستر ثاني، بايرن ميونخ ثالث، ليفربول رابع. في المجموعة جي مان يونايتد أول، ليفربول ثاني، تشيلسي ثالث، ريال مدريد رابع. وآخر مجموعة اتش نيوكاسل أول، الأهلي الثاني، ولاتسيو الثالث، ولينس الرابع. ومن الثالث من الثاني للرابع نقطتين، يعني نيوكاسل فايزة 3 ماتشات وتعادلين لكل من الأهلي ولاتسيو ولينس. نروح نشوف قيمة الفريق. أنا في المركز الأول ب982 مليون، وانت رحت فرانكفورت معاه في المجموعة. اللي في المركز الأخير في المجموعة بتاعتي عنده 828. هنروح نشوف الهدافون. دي ماريا 3 مباريات 5 أهداف، جريزمان 3 مباريات 4 أهداف، وتشيزا 4 أهداف، فورسبورغ 3 أهداف، كورميتش 3 أهداف، سانيه 3 أهداف. بعد كده مجموعة كبيرة 3 أهداف، بعد كده هدفين. أنا ما عنديش حد منه. وتمريرات الأهداف أيضا ما جايبينش حد من عندي. أفضل لاعبين زي ما انتم شايفين دي ماريا، جريزمان، شيزا، كارفاتسخيليا، وورتز، وماندوفا. هنروح كده نبص على الفرق اللي معانا. توتنهام المتصدرة عندها 725 مليون، وزي ما قلت لكم انترخت فرانكفورت 828 مليون، ولكن مش عارف الأداء بتاعها مش كويس. ممكن المدرب بتاعها ما دخلش ليه فترة. هو المدرب بتاعها طلع بيض.
ولكن ممكن التكتيك بتاعه مش قد كده. هنروح نشوف التكتيك المستخدمينه، وكنت عدلته في الماتش التاني والتالت. التمريرات والهجوم فقط، ونصف الملعب البقاء في محله، الدفاع في الخلف، رقابة دفاع منطقة، مسات التسلل دائما وأبدا لا، قطع الكرة حذر، الضغط على الخصم 78، هجوم العقلية 79، إيقاع اللعب التمرير السريع 79. وكنت حاطط ميسي متخصص في كل حاجة، كقائد فريق، كضربات جزاء وكفاولات وكضربات ركنية. هنروح ندي نصر على الفريق. مورينيو 3 ماتشات حط هدف واحد. رافا سيلفا لسه جايبه النهاردة ماتش وحط هدف، تقييم 9. واللاعب الأمريكي ده هبيعه، واللاعب كورونا ده أيضا هبيعه. ميسي 3 مباريات حط هدفين. أولمو لسه جايبه النهاردة، تقييم 9، لاعب ممتاز جدا جدا، وإحصائياته حلوة جدا بالذات في المدرب الأفضل. وعلى المستوى الشخصي في الحقيقة هو كويس خالص. زي ما انتوا شايفين جبنا اللاعب ده تقييمه 8.5، رغم اللي هو مدافع اسمه مايكولا. وفاران 8. وجايبين اللاعب كوفيل، وجايبين اللاعب بريمر تقييمه 7، ضعيف. واللاعب ده الأرجنتيني وهرنانديز تقييمه 7. والحارس بتاعنا مارتينيز تقييمه 7، عفوا 6. واللاعب ده عندنا الحارس ده في الاحتياط. وهنا قد انتهت الحلقة، وإن شاء الله هنزل لكم فيديوهات قريبا في سلسلة طلائع الجيش في كأس الرابحين، وإن شاء الله نتابع حلقة بحلقة لحد ما ناخد الكأس إن شاء الله. وهنا قد انتهى الفيديو، أرجوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يأتي لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.